الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. هنعمل ايه النهارده يا ترى من غير وقفه قدام البوتاجاز كتير؟ تعالي نعمل اكله حلوه كده وعلى السريع، كلها كده مش هتاخد مننا ساعه على بعضها، وكمان مش هنقف قدام البوتاجاز. طبعا معذره علشان الرخامه ضيقه، انا هعمل سمك وجمبري وبدنجان، بس طبعا هبدا بالحاجه كده واحده واحده. عندي هنا نفس الكوبايه دي كده انا حطيتها زيت اهو، بس طبعا الفيديو اتقفل ورجعت عملته تاني، وحطيت بالظبط معلقتين خل. اول حاجه بنبدا بيها هي تتبيله السمك. ادي كده يبقى احنا حطينا نفس المعيار ده كده زيت طبعا ومعلقتين خل. خلاص نبدا بقى اول حاجه نعملها نتبل السمك. عندي معلقه ملح صغيره وكمان ربع معلقه عليها عشان يبقى طبعا ملحه كويس، معلقه كمون، نص معلقه شطه، خلاص، وكمان نص معلقه فلفل اسمر بتديله، بس مش مليانه قوي، بتديله طعم حلو قوي. دلوقتي السمك هيتبل في ايه؟ في خل وزيت والبهارات اللي احنا حاطينها هنطقه كده مع بعضه ونرجع لكم تاني. خلاص كده احنا تبلنا السمك في التتبيله اللي قلنا عليها. تعالي نركنه كده شويه على جنب على بال ما نشوف كمان الجمبري هنعمله ازاي. عندنا هنا الجمبري غسلناه طبعا ونضفناه وشلنا منه الكيس الرملي. يلا بينا كده بمنتهى السرعه ونشوف هنعمل فيه ايه. اهو جبنا الحله اهو على الرخامه، بسم الله. ادي الجمبري حطيناه في الحله، وادي بصلايه كبيره اهي مكعبات. النهارده سهل خالص معلش. وهناخد من الطماطم دي كده زي حوالي طماطمايه كده، بس مش يعني هنخلي الجزء الاكبر للسمك. وهاخد من الفلفل اللي انا مقطعاه حار على فلفل كوبي، هناخد منه معلقتين. خلاص تمام. خلاص حطينا طبعا الطماطم والفلفل والبصل، برضو معلقه كمون، نص معلقه شطه، وبرضو زيها فلفل اسمر. هنا انا بحب ازود الفلفل الاسمر شويه، بيدي الجمبري طعم حلو قوي. وكمان 3/4 كده معلقه ملح. هنعمل ايه دلوقتي؟ برضو يعني هنمسكه كده، هو ما بيتقلبش، بنعمل حاجه اسمها التنطيق كده، ان هو يتقلب في بعض ببهاراته بالطماطم بالبصل اللي فيه. خلاص انا اهو تبلت طبعا الجمبري. تعالي بقى انا بحب فيه شويه شوربه طبعا، يبقى هحط كوبايه من الميه على بال طبعا ما يستوي. الكوبايه دي هتقل خالص، وعلى نار هاديه. يغلي الاول على نار عاليه وبعدين على نار هاديه. خلاص بعد ما ولعنا النار ادي كده هنحط طبعا الجمبري. بصي الميه مش مغطياه، يا دوبك كده يعني لحد 3/4. هنخليه بس يغلي على نار عاليه الاول، طبعا هنغطيه وهنخليه يغلي على نار عاليه الاول، وبعدين بعد تقريبا كده حوالي يعني 7 دقايق هنوطي بقى عليه النار ونسيبه يكمل تقريبا تلت ساعه كده لحد ما يستوي كويس ويتاخدي منه كمان شويه شوربه حلوين قوي. نيجي بقى لصينيه السمك. انا عندي هنا حوالي 6 فصوص ثوم اهو. طبعا انا قلت طالما هولع الفرن طبعا لصينيه السمك يبقى على حسها كده اشوي بدنجان كده كده يعني ايه نستخدم الفرن بالمره. حطيت نص معلقه كمون. خلاص حطيت نص معلقه كمون دي كده الحشوه دي لقلب السمك. كمان معاها ربع معلقه ملح، وكمان هحط بسم الله معلقتين خل، ده كده علشان قلب السمك. خلاص عملنا كده الحشوه اللي هنحطها في قلب السمك. نكمل بقى تتبيل السمك. عندنا هنا بصلايه كده يعني بصلايه كبيره يا اما 2 وسط جوانح تمام، ده كده شبت على بقدونس مش خضره تانية. خلاص وكمان هنزل بالطماطم والفلفل دي كده يعني بمعظم الحاجه اللي موجوده في الطبق. وكمان هنعصر الليمونه. هنا انا بحب احط الليمونه مع الخلطه، بتدي طعم حلو. طبعا احنا متبلين من الاول بالبهارات وبالخل وبالزيت بس، ونديهم كده تقليبه كويسه مع بعض.
خلاص برضو نطقناها زي ما انا بقول كده، بمسك وبقعد اقلب كده، ودي طبعا احسن حاجه للاسماك وللجمبري. تعالي بقى نكمل برضو الحشوه اللي هنحطها في قلب السمك. ادي الثوم والخل اللي احنا عملناه، هننزل ببقيه الخضره، وكمان هنزل بالطماطم والفلفل اللي فاضلين، وبرضو هقلبهم كويس مع بعض. نيجي بقى للصينيه طبعا اللي هنحط فيها السمك. حطي بقى كده زيت كويس فيها، يعني كده حوالي برضو 4 معالق، وزعيهم كده على الصينيه. خلاص نيجي بقى لاول واحده كده، ناخد معلقه ونحطها في قلب السمكيه. بسم الله. اهو معلقه من الخلطه اللي احنا عملناها اللي فيها الثوم، ونحطها كده في قلب السمكيه. ويعتبر كده خلصنا الاكل والحمد لله. خلاص طبعا حطينا الحشو في السمك كله. شوفي بقى الخلطه، البصل والحاجات دي شربت من التتبيله اللي هي الليمون والخل والزيت والبصل والبهارات، يعني مش محتاجه اي حاجه تانية تحطها لها. نحط الباقي كده فوق الوش. الصينيه طبعا ما بيتحطلهاش ميه. هدخلها طبعا دلوقتي الفرن، يعني هقرب كده الشبكه من الصاجه وما بحطلهاش ميه. الحاجات اللي حواليها دي هتنزل وتستوي كده منها فيها، وهتبقى طعمها طبعا حلوه جدا. ووفرت طبعا وقفه البوتاجاز، ووفرت كمان الزيت، وبتبقى حلوه وخفيفه قوي في الصيف، وبتبقى طعمها حلو كده. والحاجات اللي حواليها دي طبعا بتتاكل، بتبقى طعمها كده حاجه تفتح النفس. ندخلها بقى الفرن، بتاخد لها يعني كده لما هقرب الشبكه على الصاجه، يعني هتخش لها كده في نص ساعه وشويه. شوف بقى كده الجمبري اخباره ايه. بسم الله. تمام، بصي كده حلو قوي كده. احنا سايبينه لمده كده شويه على النار، على نار عاليه، يعني حوالي 7 دقايق كده بس، على بال ما تبدا كده تاخد الميه مع الجمبري مع البهارات، علشان تبقى شوربه كويسه. اهو نهدي بقى النار عليه ونسيبه يكمل بقيه سواه مع نفسه. مر نص ساعه، يلا بينا بقى كده علشان نشوف الجمبري ونطفي كمان عليه. خلاص كده اهو تمام قوي كده. شويه شوربه مظبوطين جدا فيه. طبعا انا بنطق والجمبري ناشف، لكن عمري طبعا ما نطق الجمبري الا وهو طبعا وهو فيه ميه، ما نطقوش عشان طبعا ما يطرطش عليا. لكن هنا كده بنقلب بالمعلقه. خلاص بالنسبه لي كده تمام، ونطفي طبعا عليه النار. خلاص البدنجان اتشوى. انا النهارده هعمله من غير طحينه، بيبقى خف وطعمه بيبقى حلو جدا. عندي نص معلقه ملح، نص معلقه شطه من المعلقه الصغيره، ونص معلقه كمون. هنا الطبق ده كده فيه فص ثوم من الثوم الصيني متقطع صغير، ونص فلفل احمر، ونص فلفل اخضر، برضو فلفل حار طبعا، واللي عايز يعني تستبدلها بكوبي تستبدلها. وكده حوالي معلقتين زيت. بسم الله. والليمونه، ونقلبهم كده في بعض ونسيبهم على جنب لحد طبعا الاكل ما يخلص. خلاص كده نركنه بقى على جنب لحد الاكل طبعا كله ما يخلص. خلاص كده صينيه السمك طلعت من الفرن، اظن منظرها باين خطيره، وطبعا ما بتاخدش وقت بس طعمها حكايه. انا كده بس مستنيه الرز، خلاص فاضل له حاجه بسيطه ويخلص ونغرف الاكل. خلصنا الغدا التحفه ده اللي ما اخدش مننا وقت. الله، حاجات كده تفتح النفس. وطبعا ده البدنجان، معذره طبعا علشان الرخامه ضيقه، وده الجمبري، وده الرز الذهبي بتاعنا، ودي الشوربه الخطيره بتاعه الجمبري، وطبعا صينيه السمك. نتمنى طبعا لو القناه عجبتكم ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصلك منا كل جديد. واوعي تنسي يا ست الكل طبعا اللايك الحلو اللي بنستناه منك، وما تنسيش تشوفي الفيديو ان شاء الله لما ينزل على القناه. الغدا حلو جدا النهارده وسهل وبسيط.